2001 في الأرجنتين كنا ثالث العالم. منتخب المغرب تحت 20 سنة شارك كأس إفريقيا في هذه المرحلة السنية 13 مرة نجاحات. أكتر مرحلة سنية فيها نجاحات في الكرة المغربية هي مرحلة الشباب تحت 20 سنة. لا ده حتى على المستوى الإداري، لما المغرب تفتتح المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي في الرباط في سلا من حوالي شهرين ثلاثة، يبقى إذن هنا أنت عندك منظومة بتشتغل مش بس على نجاح المنتخبات، لا ده بتشتغل كمان على نجاح فكرة ان المنظومة كلها تكون هي بؤرة الأحداث والمتابعة من خلال أكبر مؤسسة على مستوى العالم الاتحاد الدولي، بحيث لما يكون متابع للكرة الإفريقية يكون مركزه الرئيسي والأساسي في القارة الإفريقية من المغرب راكي. فأنت بتتكلم عن 4 مدربين مغاربة وطنيين بيقودوا المنتخبات الوطنية في المغرب في السنوات الأخيرة. آخر 3-4 سنين في استقرار، بس قبل ما تختار المدرب الوطني انت أهلت المدرب الوطني، بتعمل كورسات ولايسنس بتستضيفها المغرب من خلال دورات تدريبيه للاتحاد الافريقي على مدار اكتر من 10 سنين سنه، واخد اعلى شهاده تدريبيه لايسنس البرو من الويفا. ده يقدر يقود منتخب فرنسا، يقدر يقود منتخب البرازيل، يقدر يقود اعلى منتخب في العالم. المنتخب الاولمبي حقق برونزيه الالعاب الاولمبيه في باريس، وهو كان بطل افريقيا في البطوله الافريقيه اندر 23 وانجازات الكره النسائيه سواء على مستوى الانديه او حتى على مستوى المنتخبات. صيف او لعب نهائي افريقيا على ارضه وخسر بقرار تحكيمي، وهو اصبح وصيف بطل افريقيا. فالنجاحات تطوير المدربين وتاهيلهم، الاستعانه بكل المدربين الوطنيين في المنتخبات الوطنيه المختلفه، كل ده نتاجه اكيد في انجاز. كنا ضرب الحرب، نجم تكون ضرب الحرب. كنا ما شافوهاش ما عاشوهاش ما راوش كيفاش جايه، ولكن ظهروا انه المغرب قاعده تخدم خدمه كبيره ياسر، راهو مش سهل وبرا تجيبهم من برا. هذم وليدات صغار، معناها شوف المغرب خطفتهم لفرنسا، خطفتهم لبلجيكا، خطفتهم لانجلترا، خطفتهم، واحنا وقت اللي عندنا كعبه شوف بالريق الناشف باش ينجموا نجيبوه باش يقبل وانه يلعب مع الفريق التونسي. معناها المغرب قاعد تعطينا درس ورا درس، نستخدم على رواحها حتى كي يجيو المدربين الكل من عام 2020 الصغيرات الكل مدربين مغاربة. من عام 2020 نفس التكوين في نفس المركز، الكل اللاعبين تاع الفرق الوطنية المغربية عندهم استمرارية، عندهم رئيس جامعة. الحقيقة احنا يخوفنا برشا رئيس الجامعة المغربية اللي هو في الكاف، معناها سي فوزي لقجع، انسان مسيطر تقريبا، يقول هو رئيس الكاف، لكن انسان مليح، انسان يحضر، انسان حط كل الامكانيات. وللأنا نقولوها راف للامانه، المغرب دولة حطت كل شيء في الكورة، حطت كل شيء في كرة القدم، لأن كرة القدم جبت لها تنظيم كؤوس افريقيا، جبت لها تنظيم كأس العالم، جبت لها يوريك انه تنجم تكون وسيلة متاع استثمار، الكورة وسيلة متاع السياحة، تجيب لك السواح. المغرب نظم كأس العالم للأندية، المغرب عمل كل شيء. المغرب اليوم في كرة القدم مرجع، ومرجع ماهوش عربي وافريقي هرب بينا ناس دقيقه كعرب وكافارقه، مرجع في العالم. تتقرر المغرب عالم كيفاش السياسه نتاع كره القدم عندهم فعلا وصلت، وانه ولات اقتصاديه من عمالقه اللعبه، من عمالقه اللعبه في العالم. لا وكيفاش اللوكوموتيف ولات وكانه كرة القدم قاطرة للاقتصاد المغربي، قاطرة للاقتصاد المغربي. وهذا بطبيعة الحال التويج نتاع البارح مع شكون؟ مع الأرجنتين اللي هز كأس العالم هذه 6 مرات. الأرجنتين ما يلعبوا حتى حد. البارح المقابلة وفات بعد 29 دقيقة 2 أهداف يتقراو، 2 أهداف روعة. المغرب فعلا نجم نقول انه ملك العالم عن جدارة، ملك العالم عن جدارة. مبروك لاخواتنا المغاربه والفرحه اللي عايشينها. كان احنا امبارح منتخبنا وصل النهائي وهز، معناها كانت تكون فرحه. تتويج المغرب ضد الارجنتين بكاس العالم لاقل من 20 سنه، المنتخب الوحيد الذي يمتلك كاس العالم بين المنتخبات العربيه منها الجزائر لا تمتلك شيء، وهذا ما يزعجني صراحه. تتويج المنتخب المغربي اقل من 20 سنه بكاس العالم لعملاق افريقيا، لقبين في ظرف 100 يوم. ألف مبروك المنتخب المغربي، أقل من 20 سنة. هذا الإنجاز لحنكته، بفضل صرامته، بفضل خبرته، وبفضل دهائه التكتيكي. واحد من المدربين الأكفاء أيضا. تتويج مستحق، لذلك علينا أن نركز
في حديثنا على هذا الفوز ولا هذه الفرحة ولا هذا العرس، ولا نتوقف على السلبيات التي قد يريد يعني المنافس أن يقودنا يعني لإخراجنا من كنيك هذيك موتيفاهم بلوك كما موتيفاهمش بلوك الزوار هذا اللي قاسوا الجارديان بالجون الاخر كان مش يروحوا هكذاك يرمسي رجل ولا سيفيت يشرب مثال موتيفاهم رايحين ما تقطع راسو يروح خلاص شغلهم بوبيناهم راحوا دونك لي سيبورتور سي اون بون شوز. ولكن تو سا سور لو بلان تاكتيكمون تكلمنا عليها رونار لا في سكيل بونسي اتر بيان طون ميو بور لوي. ولكن هنا وين حسب راينا هنا شكون اللي غلط شويه هنا في الارجنتين؟ شبه مطلقه للارجنتين. داير سجلوا جوج هدفين نحاهم الفار، لكن في الشوط 18 رشيد عباد المنتخب الارجنتيني تعادل في المباراه الاولى. المغرب في العالميه يدير حاله، في العالميه يدير حاله، بصح من يجي يلعب مع كريل مع زير افريقيا ما عرف كاع كسرالو كريل مع يتلف له، بصح في العالميه هو الاول. ونقتل لكم بالفقايه صحافه زيكو وجهكم ان شاء الله باذن الله. المهم صحافه زيكو اليوم ما نعرف كاع اللي كيفاش غادي تباتوا. ها الحكم زاد 15 دقيقه، هذاك الحكم ما فهمتش انا كاع كي صرات له 15 دقيقه ما فين شافها غير هو واحد ما شافها. عجبوني المنتخب المغربي مركز لانه فعلا حقره سرقوا لنا حقنا في الجزائر، وما قاله الوطني في الندوه الصحفيه يشبه كثيرا يعني الواقع تاع الحقره. قال المدرب لم يحترم الجزائر وعد الحكم كصبا لم يحترم الجزائر، وهذه حقيقه. عدم احترام البلد للجزائر يعني حاجه كبيره. تعطيك صوره واضحه على ان الجزائر كرويا في الهيئات القاريه الدوليه لم تعد تزن شيئا، وهذه حقيقه مرة. دونك نتصوروا اليوم الفرحه اللي قاموا عليها الاشقاء في المغرب. مبروك لكل المغاربه في العالم هذا التتويج. من حقنا نفرحوا لهم ومن حقنا زاد نغيروا. ناصر بعدت برشا علينا المغرب كما بعدت علينا خاصه جدا. افتتاحيه تليق ببطل العالم باشبال المغرب، اسود الاطلس اللي كان صوت الزئير في شيلي في امريكا الجنوبيه مسمع في العالم كله، عشان يكون اول فريق عربي يحقق لقب كأس العالم للشباب تحت 20 سنه. احموهم اشتغلوا واجتهدوا وعملوا ونجحوا. اي نجاح استحاله وليد الصدفه، اي نجاح بيكون وليد شغل واجتهاد وعمل دؤوب على مدار سنوات طويله جدا. يعني ايه منتخب عربي يكسب كأس العالم للشباب؟ انت بتتكلم في مرحله سنيه قبل مرحله المنتخب الاول. في النهايه ده نجاح دوله، عمره ما كان نجاح اتحاد وطني ولا نجاح نادي، منظومه متكامله لازم تنجح. عام 2005 المغرب كانت رابع العالم. بالمناسبه احنا قبلها في